السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم في عالم الأسرار المغربية برؤية عصرية. تنذكروا الصفوف أو السلة، تنذكروا ريحة رمضان ولقاء العائلة وبركة الدار. اليوم بغيت نخرج على المألوف ونقدم لكم هذا الموروث بطريقة بريستيج تقدموها للضيوف ديالكم وبالمذاق اللي تعودنا عليه مع لمسة زين تتواكب العصر. أما الناس اللي تيبغيو شي حاجة فيها الطاقة فما نسيتكم، شتيتكم بوصفة ديال السلو بالأعشاب، وصفة خيالية وتتعطيكم واحد الطاقة للجسم ديالكم. برمضان ولا بلا رمضان غادي تكون معتمدة عندكم، خاصة إلا كانوا الوليدات وتبغيوهم يتناولوا شي حاجة صحية كل صباح. هاد الوصفة راها ليكم، والناس هكذا اللي عندهم عائلاتهم كبار في السن كذلك. صحية بامتياز وعلاجية كذلك بامتياز، حيت غادي نضيفوا عليها بعض الأعشاب اللي غادي تعطيها الطاقة الغذائية اللي وليداتكم تيحتاجوها بشكل يومي. ما تخافوش منها، ان شاء الله هذه تجربوها لوليداتكم كيف ما انا وليداتي تيحماقوا عليها ولات معتمده عندي. كل مره شنو تنضيف لها وما تيحسوا حتى بشي اعشاب فيها، بحيث تكون لذيذه مقرمشه وما تتحسوا لا بريحه الاعشاب فيها لا والو. حيت الوليدات تنعرفوا هما تيبغيوش الاعشاب، ولكن هاد الوصفه كونوا على يقين غادي تعجبهم وما غاديش يقولوا لكم ما ناكلوهاش، بالعكس هما اللي غادي يوليو يطلبوها منكم. كما كذلك حتى انا وليداتي تيحماقوا عليها وتيساليوها ليا قبل سلو اللي تنوجدوه الطبيعي الموروث ديالنا المغربي. تابعوا الوصفه على بركه الله. السلام عليكم بنات، منكم تكونوا على خير وبخير واتم الصحه والسلامه يا ربي. وشكرا بزاف على التفاعل ديالكم في الفيديوهات اللي حطيت من قبل، لا ديال السلو ولا ديال العسل. شكرا بزاف على التفاعل ديالكم، والله يكثر خيركم، ونتمنى لكم دائما هكذا تنوروني في القناه ديالي وتشاركوا هكذا مع الاهل والاصدقاء ديالكم. وان شاء الله كما قلت لكم في الفيديو السابق غادي نشارك معكم السلو. درت معكم نتاع كيلو نتاع الدقيق، والمكونات اللي دخلنا فيه جا من ألد ما يكون، جا زوين بزاف. هاد النهار غادي نشارك معكم الصفوف كذلك، وغادي نشارك معكم وغادي نزيدوا معاهم واحد الاضافات اللي تتخلي الصفوف ديالنا خاصه مع شهر رمضان تنحتاجوا شي حاجه اللي صحيه اكثر. هنا الصفوف ديالنا ما شاء الله كله يعني صحي، ولكن لا ضفنا عليه بعض الحويجات تنزيدوا له التغذيه يجي مغذي اكثر عفوا وصحي. كما تشوفوا معايا هنايا كاوكاو او الفول السوداني بعد ما قليتو هذاك الزيت. هنا عندنا قمصم او الزنجلان، هنايا الزنجلان البلدي والرومي تنخلطهم. هنا كذلك البنات عندي زنجلان 2 كيلو تنخلطها النص تقريبا. هنا عندي 3 كيلو ما بين هذا اللي محمر ومازال صحيح وهذا اللي هنايا، يعني درت 2 كيلو. النص فيها تتكون يعني مطحونه مزيان باش تجينا معلكه، والنص تتكون مازال على هذا الشكل هذا باش تعطينا داك التعليكه. كذلك في الصفوف هنا عندي البنات اللوز مطحون كذلك مخلط مع الكاوكاو البلدي. بالنسبه للمكونات البنات اللي غادي ندخلوهم ان شاء الله في الصفوف ديالنا، غادي نديرو النص ديال الصفوف ندخلو فيه الشوفان كما تشوفوا معايا تيعطيه واحد القيمه غذائيه اكثر. مخلط كما تشوفوا فيه الزبيب، فيه هذا زريعه الكتال، المهم هذا مخلط كما تشوفوا. يمكن حتى لوليداتكم يعني ياكلوا هكذا مع الحليب صحي تعطيهم واحد الطاقه زوينه. وكذلك الا كانوا صايمين حتى هما في العمر اللي مازال صغير، هاد الصفوف بهذه الطريقه هذه تعطيهم تغذيه الجسم ديالهم كياكلوا شي حاجه اللي هي صحيحه صحيه عفوا. كذلك غادي نضيفوا اضافه اللي هي زوينه تجينا في الصفوف ديالنا يجينا معلك اكثر. غادي نضيفوا التمر. عندكم التمر هكا المعجون عادي، ما عندكمش التمر يمكن لكم ديروا التمر اللي هو عادي تناكلوا منه وديروه يتفور، من بعد تعجنوه هكا بيديكم صافي تيولي حتى هو هكذا عطي داك سميتو ديالو. كما تشوفوا معايا البنات هنايا نضيفوا كذلك الاعشاب. هنا عندنا فليو كما تشوفوا معايا نقيته من قبل، تسحيدوا منه كاع داك العويدات اللي تيبقاو فيه تسحيدوهم. كذلك عندنا هنايا إلان، كلشي تعرف القيمه الغذائيه البنات نتاع إلان، وخاصه الا كانوا هكا الوليدات الصغار تيصوموا هكا معكم تزيدوا لهم واحد الاضافات باش تيكونوا حتى في الصحه ديالهم مزيانين. كما تشوفوا البنات هذا هو إلان. وهنا عندنا فليو. عندكم شي اضافه يمكن اللي عندكم ماشي مشكل. كاين عندكم يمكن لكم ديروا الازير، يمكن لكم عندي كذلك اللويزه كما تشوفوا هنايا البنات معايا. عندي هنايا اللويزه كذلك هادشي كله غادي نطحنوه وغادي نخلطوه. كما قلت لكم غادي نديروا ان شاء الله الصفوف بجوج ديال الطرق، والطريقه اللي عجبتكم بطبيعه الحال ونالت استحسانكم عفوا غادي تطبقوها وان شاء الله غادي يكون الصفوف ديالكم ما شاء الله غادي يكون صحي ومغذي اكثر الا ضفتوا له هاد الاضافات اللي غادي نشاركها معكم هاد النهار. بالنسبه للاعشاب كذلك خاصكم ديروا يعني الكميه على حسب هذا الدقيق اللي عندكم، ما ديروش يعني كميه كثيره باش هكذا ما يجيش
هي الريحه نتاع هذا هي ديال العشب. غادي نرجع البنات معكم بعد ما غادي نطحن هاد الاعشاب اللي عندي، وكذلك كاوكاو والجنجلان كلشي غادي نقادو باش ما هكا ما نطولش معكم الفيديو ونرجعوا نكملوا. كما تشوفوا البنات معايا من بعد ما قليت الكاوكاو بغيت نشاركو معكم. شوفوا اللون ديالو كتيجي مذهب. حاولوا ما تخليوهش يتحمر بزاف، انا قليته في الزيت. انا غادي نشارك معكم القلي نتاع اللوز وكاوكاو. بغيت نعطيكم يعني هكا ملاحظه ملي يكون تيتحمر راه تيكمل الطياب ديالو من بعد ما تتصفيوه، خصو يجي هكا اللون ديالو مذهب باش ما يعطيكمش المروره في السلو ديالكم. وهنا البنات بعد الاخوات تيسولوا على اللوز اللي تيجيهم يعني يابس من بعد ما تيقليوه اولا تيحمروه في الفران. كما تشوفوا انا معايا هنايا فركته بعد ما تسلق. تنحاولوا نديروه في الزيت تكون بارده، يعني صافي طافيين عليها. بعد ما قليت هنايا كاوكاو كما تشوفوا معايا خليتها حتى بردات مزيان. وتندير كذلك اللوز ديالي يتحمر باش يجي عطي داك القرماشه وما تيجيش يابس، حيت الا درناه في الزيت سخونه كما قلت لكم في الفيديو السابق داك الزيت سخونه يعني دغيا تتخليه يتحمر وما تيطيبش من الداخل. كما تشوفوا معايا البنات حتى درت اللوز ها هو هنا تيتحمر في الزويته اللي كنت دوزت قليت فيها الكاوكاو من قبل. صافي تنخليوه يتحمر مزيان وهو هكا في الزيت. كل ما كانت بارده البنات كل ما كان احسن، تيتحمر ويجي عطينا داك اللوين ما نغفلوش عليه باش ما يعطيناش داك المرور حتى هو. وهنا البنات كي تشوفوا معايا تنبقاو البنات نخلطو باش يطيب لنا طياب واحد، يعني ما نغفلوش عليه ضروري هكا نبقاو تنخلطو فيه. ومره هكا تنهزوه بالصفايه وتنشوفوا اللون ديالو فين وصل في الطياب باش ما نخليوهش حتى ياخذ داك اللون الذهبي في وسط الزيت. منين غادي نصفيوه غادي يولي ما يبقاش داك اللون الذهبي، غادي يولي قوي، غادي يولي مر، يعني ما غاديش يبقى حتى المذاق ديالو زوين. فهمتونا هكا مره هزوه شوفوا ويدكم هكا تبقى تتخلط فيه باش ياخذ نفس الطياب. صافي هكذا ورقيت عليها بنصفيوه. كتشوفوا معايا نتوما زولتو شويه مازال بيض على ما غادي ياخذ على ما يبرد غادي يولي عطى داك اللون الذهبي اكثر. وهكذا تنحصلوا على اللوز ديالنا مقلي بطريقه صحيحه ويبقى عطى داك القرماشه في سلو. بالنسبه اللي بغا يديرو كما قلت لكم في الفران على حسب. هنايا تنديرو شويه مقلي، منها تنطحنو شويه يعطي المذاق هكذا، منها تنديرو للتزيين. اما اللي تنديرو في الفران مثلا عندكم 2 كيلو د اللوز تقسموها على 2، نص ديرو في الفران رشيشه ديال الزيت هكذا من الفوق وتتخليوه من بعد تطحنوه تيجي عطي حتى هو المذاق ديالو زوين وصراحه صحي اكثر. هانتوما كتشوفوا معايا حيدتو يعني مازال تنصفي وهو تيتبدل اللون ديالو هكذا. تيكون عندنا اللوز كيف يعني نفس الطياب نديرو له كي كاوكاو هذا الغليظ كي اللوز باش ياخذ نفس الطياب ونحصلوا على نتيجه زوينه. وهنا كي تشوفوا معايا البنات هادو هما الاعشاب اللي طحنت. هذه هنا مخلطه فليو واللويزه بعد ما طحنتهم مزيان. قبل البنات ما تمشيو تطحنوهم سخنوهم من الاحسن باش هكذا يطحنوا معكم دغيا. كذلك هنا عندنا الشوفان هنايا تيكون مخلط فيه داك الفواكه الجافه تيجيو مزيانين في المذاق نتاعهم. واخا يكون حتى الزبيب ولا هذا بحال نتوما كاين فيه تطريقه نتاع الزبيب اللوز بزاف ديال الحوايج يكونوا فيه الاحسن نخليهم باش هكا تيكون عنده قيمه غذائيه اكثر في هذا السلو اللي غادي نديروه هكذا بالاعشاب. هنايا كما تشوفوا معايا البنات الإيلان بعد ما طحنته وكلشي يعرف يعني الفوائد ديال عفوا نتاع الإيلان يعني صحي بزاف اكثريه للدراري الصغار. وهنا عندي الطحين درت واحد الكميه تقريبا ما كاملاش عندي هنايا كيلو. وكذلك غادي ندخلو معاه حتى هذا حتى اللوز الجنجلان كلشي اللي تنديروه في الصفوف العادي غادي ندخلو. هنا عندي الجنجلان محمر تديروا فيه واحد الكميه يعني عينكم ميزانكم، يعني اللي بغيتو ديروه ديروه، ما عندي ديروا زلافه ديروا يعني اللي على حسب. كل ما قدرتوا القوام كل ما تيجي بنين. هنا كتشوفوا معايا هنا البنات طحنت اللوز ومخلط مع كاوكاو حتى هو غادي نديروا واحد الكميه.
باش يجينا حتى هو مقوم. نزيدو هنايا إلان، هذه بلا رمضان تعطيوها لوليداتكم يفطروا بها، صحيه بزاف، كتخلي عندهم الطاقه وما يعرفوش الاعشاب. كاين الوليدات اللي ما تيبغيش هكا الاعشاب، هنا ما غاديش يعرفوا واش كاين ولا ما كاينش، هنا تكون القوام متلف لهم داك المذاق نتاعهم. شويه ديال الكوزه، نفس المقادير اللي تنديروها في الصفوف العادي غادي نديروها حتى فيه. هنايا عندنا حبه حلاوه، كذلك عندنا القرفه، ديروا معلقه هكذا ولا معلقه ونص. عندي المعلقه صغيره، تتعبروا بمعلقات كبار، ديروا معلقه من كل حاجه. هنا النافع، شويه نتاع المسكه الحره، هنا عندي مطحونه مع السكر. هنا البنات العسل، ديروا شويه اللي عنده هكا العسل، كل ما كانت العسل الطبيعيه دي تكون القيمه الغذائيه اكثر، واللي ما عندوش يضيف العسل هكا العاديه اللي تنشريوها. كذلك غادي نزيدو شويه نتاع السكر بعد ما غربلتو مزيان. وبالنسبه للعسل، هذه العسل نفسها اللي كنت حطيتها معكم في القناه، غتتبقى ما شاء الله زوينه، يعني المذاق ديالها مزيون مع المسكه الحره، وتتبقى هكذا الشهر كامل. فاش ما بغيتو تستخدموها تلقاوها موجوده. هنا عندنا الزيت، زيت العود، اللي بغى يدير زيت نباتيه من الاحسن زيت العود احسن. انا مثلا نبغيش هكا هاد المكونات كامله يعني تتكون عندها قيمه غذائيه ونضيعوها بالزبده اولا هكا بزيت نباتيه ما تتكونش عندها قيمه غذائيه احسن. درنا الزيت هكا زيت زيتون، فكلشي تنعرفوا القيمه ديالها صحيه اكثر، وتنستافدوا كاع من هاد الصفوف. الا درنا له البنات الزبده فما تيكونش عنده واحد القيمه يعني صحيه اكثر هكا، خاصه الانسان تيكون صايم كيلقى الطبيصل هكا مور التراويح مع كويس ديال اتاي تيستافد منه ويقيل النهار كامل شبعان. ما تنحسوش يعني بداك اكثر ما تيكون فيه هاد الاعشاب، يعني تتخلي الانسان هكا يستافد من الصفوف. صافي تنبقى تنخلط بنفس الطريقه، تنزيدو الزيت على حسب، حنا تنخلطوها مزيان باش تجينا معلكه. داك اللويزه وداك الفليو تتعطي واحد الريحه مزيونه طالعه من الصفوف. صافي تنبقى هكا تنخلطها مزيان من الفوق للتحت، هكا تنجبد التحتاني باش ما يكون هكا يدخل حتى هو مع الزيت، وترد هذا اللي من الفوق ردو للتحت، وتنستمروا هكا بنفس الطريقه حتى يتعلق لنا مزيان. تياخذ شويه ديال الوقت، كل ما عجناه مزيان كل ما تيطلقوا الفواكه الزويد نتاعهم وتيجي احسن. كما تشوفوا البنات معايا بعد ما دلكتو مزيان حتى تيبدا تيطلق هكا الزيت ديالو تيتعلق مزيان. بالنسبه للملح البنات نسيت واحد شويه نديرو، هي قبيصه هكا الملح ديروها من الفوق صافي، وتيجينا على هذا الشكل هذا. هانتوما بعد ما تتعرفوا صافي الزيت راه الكافيه اللي فيه كتيجي ما شاء الله مقوم مزيان، واحد النكهه هكا ديال الاعشاب صحيه، وخاصه الا درتو هكايا. بالنسبه للدقيق سمحوا لي ما ذكرتش معكم نوعيه الدقيق اللي درت الشعير فيه والقمح، القمح الكامل هكا ديروه باش هكا القيمه الغذائيه نتاع الصفوف ديالكم تستافدوا منها. ومن الاحسن كما قلت لكم الزويته هكا بلديه اللي عنده بطبيعه الحال يدير، واللي ما عندوش بحال دابا هكا يخلط. بالنسبه للزبده، الزبده البنات كاع ما تتخليش الصفوف يعطي داك المذاق ديالو زوين، وخاصه الا طولت يعني معكم. اما الزيت البلديه كل ما طول معكم كل ما تيزيان. صافي وغادي ندوزو للصفوف الثاني كما تشوفوا هكا، وندوزو باش نخلطوا الصفوف اللي تنكونوا دايرين فيه القوام العادي على حسب الضيوف، على حسب هكا. كاين اللي تيبغي هكا النكهه ديال الاعشاب، وكاين اللي ما تيبغيش، فتنديروه هكا على حسب جميع الاذواق. وبعد ما سالينا الوصفه الاولى نتاع الصفوف غادي ندوزو للوصفه الثانيه كما درنا من قبل الفيديو الاول. كما تشوفوا معايا تنديروا هكا اللوز كاوكاو، وتنخلطوا جميع الفواكه هكا اللي تكون عندنا، اللوز وكاوكاو والجنجلان، تنبداو تنخلطوه مزيان حتى نبداو تنضيفوه في الزيت. هنا هذا كله الجنجلان هنا تيكون مطحون مزيان تيعطي المذاق في السلوكته. وتنزيدو كذلك هنايا
الجنجلان بعد ما تيكون هي تحرق كما وريتكم في الفيديو اللي قبل. وهنا البنات عندنا الكوزه، على حسب الا كانت كبيره بزاف نديرو غير نص فيها. كذلك القرفه تتبقى على حسب الكميه نتاع السفوف. النافع حتى هو تيجيب السفوف تاع مذاق زوين اكثر. الا كان بلدي ديروا حتى 2 معالق 3. الا كانوا كبارين بزاف مزيانه، كل ما كانت النافع تيعطي واحد المذاق زوين. هذه الحبه السلاوه. عندنا كذلك هنايا المسكه الحره من بعد ما تنكونوا طحناها مزيان مع السكر. وهنا تنضيفوا العسل. العسل على حسب بغيتو اللي تياكل هكا الحلاوه ماشي مشكل يزيد، واللي ما تيبغيش الحلاوه بلا ما يديرها صافي. هنا البنات نديرو قبيس هاد الملحه، اللي بغى يديرها هكا ترطب مع الزيت ماشي مشكل. خليو الزيت هي التالي على ما نخلطوا هاد المكونات كامله. الطحين كل ما كان البنات هكا يكون الطحين الكامل او القمح الكامل مع الشعير تيجي زوين بزاف. هنا ما دخلتش كاع الفرص وتيجي ما حرش ما والو، تيجي عادي، ولكن بالنسبه للقيمه ديالو احسن من الفرص. تنبداو تنخلطو حتى الطحين يتخلط لنا مع الكاوكاو واللوز وكل شيء، باش ملي تنديرو الزيت تتعاوننا تيكون مخلط مزيان. وهنا البنات الاضافه اللي نديروها باش يجينا السفوف ديالنا حتى هو صحي اكثر، عندنا التمر معجون. كما قلت لكم ما عندكمش معجون يمكن لكم كتشريوه وديروه فيه كيتفور ويولي مزيان هكا معجون صافي، وديروه في السفوف ديالكم حتى هو تيعطي واحد الاضافه زوينه في السفوف وتيجي معلق. حتى الا ما طحنتوش مثلا كيف ما درت معكم في الفيديو اللي قبل اللوز والكاوكاو وكذلك الجنجل باش يولي لكم هكذاك معلق وطلق الزيت ديالو، تكتفوا حتى بالتمر. كما تنعرفوا التمر صحي بزاف، والسفوف خصك تدخلوا فيه البنات الحاجه اللي تتكون صحيه. بحال دابا ديال العشوب درتوها هي بنت داكسو قالت لي هذا خيالي صراحه الله تيجي زوين بزاف. هكذا الوليدات يفطروا به من غير رمضان، راه خص يعني يديروا ديما شويه هكا ديال الكاوكاو، واخا حتى ما يكونش اللوز ديروا شويه ديال الزنجلان وديما يكون في الدار صافي. وتنستمر هكذا باش هذا يتخلي داك التمر صافي. من بعد ما تخلطنا مزيان غادي نديروا الزويته ديالنا. بالنسبه للزيت كل ما تعجنوا فيه كل ما تشوفوا الزيت على حسب. بسم الله صافي تنبداو هكا تنخلطوه. ما شاء الله واحد الرويحه طالعه منه يا سلام. وتنبقى البنات هكا تنخلط فيه مزيان، وحطوا البانيو في الارض، ديروا شي كليسه مغربيه وبقاو تتخلطوا في داك المكونات ديالكم حتى تيعطي داك المكونات ديالو تندمج مع بعضها وتيعطينا واحد المذاق يا سلام مرمل معلق. ما شاء الله راه هذه ماشي وصفه عاديه، هذه تراث مغربي وهذا توارثناه من جد لجد، وما يمكنش هكا شي رمضان يدخل وما نتفكروش بعاداتنا وتقاليدنا والجلسه مع الحباب وحنا تنحطوا داك الطبيصير مع كويستات مورا التراويح. شي حاجه اللي ما شاء الله. نتمنى ربي يدخل عليكم نتوما هذا الشهر
بالخير والتيسير يا ربي، واللي في بالكم يتحقق باذن الله، ويتقبل منا صيامنا وصيامكم باذن الله يا ربي. كما تتشوفوا معايا تيبدا تيتخلط مزيان، كل ما دلكتوه كل ما تيطلق داك الزيوت ديالو الطبيعيه وتيجيكم معلق ومرمل. كما تتشوفوا معايا على هذا الشكل ما شاء الله تيجي معلق القوام باين كلشي. هو هذاك الوصفه اللي ان شاء الله غادي تكون معتمده عندكم، ديروها حتى نتوما لوليداتكم. والمبتدئات راه عندي الفيديو في القناه غير بكيلو واحد يمكن لكم تخرجوا احسن سوف ما شاء الله. كما تتشوفوا معايا وصلنا لنهايه الفيديو، وهذه هي التحفه الفنيه والتراث ديالنا العريق. زينتو بهذا الشكل هذا وانتم لكم الاختيار تزينوه بالطريقه اللي عجباتكم. كل ما زينا السفوف ديالنا كل ما تنعطيوه القيمه ديالو الحقيقيه، لانه تراث عريق خاصنا نحافظوا على التزيين ديالو. كل ما زيناه نزينوه بواحد الهمه باش تنزيدوه قيمه على قيمه. هذا تراثنا المغربي خصنا نحافظوا عليه ونبينوه في ابهى حله ما شاء الله. تحفه فنيه ما شاء الله. الله يرزقكم نتوما الصحيحه والتيسير والصيام مقبول، والله يدخل عليكم هذا الشهر الكريم باش ما تمنيتو. وشكرا للناس اللي تنضموا لقناتي، مرحبا بكم. نتمنى تخليوا لي شي تعليق زوين، ونتمنى الفيديوهات اللي تنزل على الصفحه ديالي ينالوا اعجابكم. كاع الوصفات المغربيه ان شاء الله باذن الله غادي نشاركها معكم، يعني بحذافيرها. اي وصفه نزيدوا عليها شي اضافات ولكن نحافظوا على الوصفه الحقيقيه. وكما تشوفوا معايا هذا السفوف بالاعشاب تيجي صحي بامتياز. قدموه لوليداتكم، غادي يكون وصفه معتمده عندكم، وهما اللي غادي يطلبوه لكم ويقولوا لكم حضروا لنا السفوف بالاعشاب. تيجي روعه في المذاق، مذاق خيالي وطاقه للصحه ديالكم. شوفوا ما شاء الله كيفاش تيبان. ما تيبانش السفوف دايرين فيه الاعشاب، بالعكس يبان عادي، ولكن منين تذوقوه راه المذاق ما شاء الله. وداك الاعشاب اللي درنا فيه داك الريحه ديال الفليو مع اللويزه مع إلان مع الشوفان، شي حاجه خرافيه. خليط ومزيج تعطيكم واحد الاحساس اللي زوين، تحسوا بالطاقه وانتم تتناولوه، لا هو بالاعشاب ولا السفوف العادي. فنتمنى انكم هاد الوصفه ديال الاعشاب نتوما تحاولوا يعني جربوا واحد شويه، وان شاء الله ما غاديش تندموا. شي حاجه اللي هي زوينه صحيه، واي حاجه فيها الصحه هكا لوليداتكم ان شاء الله غادي نقدمها معكم على الصفحه، وانتم ديروها لوليداتكم وتكون معتمده عندكم، خاصه الوليدات اللي ما تيبغيوش ياكلوا شي حاجه اللي هكا صحيه. حاولوا تدخلوها لهم بشي حويجه اللي تتعجبهم باش هكذا يستافدوا اكثر. وهذا هو نهايه الفيديو البنات، وصلنا لنهايه الفيديو. نتمنى هذا الفيديو ينال اعجابكم، تقدموه نتوما بالصحه والهنا، والله يدخل عليكم هذا الشهر باش ما تمنيتوا. ومزيد من الوصفات على الصفحه، ما تبخلوش علينا بلايك، ما تبخلوش علينا بلايك ومتابعه على الصفحه لما لا يعجبكم المحتوى.